مش كل العلاقات بتنتهي بسبب مشكلة كبيرة زي الخيانة مثلاً. في علاقات بتموت بالتدريج بسبب العادي اللي بنعيشه كل يوم. ده بقى اللي هيشرحه لنا الضيف الجميل بتاعنا، دكتور طارق أمين، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلاً بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه يارا. أهلا وسهلا بيك. حضرتك بقى يعني اشرح لنا أكتر عن موضوع العادي اللي بنعيشه كل يوم وإزاي ده ممكن يهد علاقة. خلينا نبتدي في الاول نعرف يعني ايه كلمه عادي. عادي كلمه مشتقه من كلمه العاده، الحاجه اللي بتتعاد وبتتكرر كل يوم كل اسبوع. المهم انها حاجه بتتعاد وبتتكرر، زي حتى العيد معناه ان حاجه بتتعاد عندنا كل سنه واحنا طيبين بنحتفل بالعيد. العاده اللي بتتبني كل يوم في بيتنا في حياتنا بتبقى مختلفة كتير عن العادات اللي بتتبني في حياة ناس تانية في بيوت ناس تانية. العادي بيبتدي مع الوقت تبقى كلمة أنا بعبر بيها عن اللي أنا متعود عليه. لو أنا مش واعي، مش واخد بالي، مش فاهم، مش مركز إن العادي بتاعي أنا ممكن يبقى مختلف كتير عن العادي بتاع الناس التانية، بتحصل مشاكل كتير جدا. ومن هنا جت الفكرة بتاعت الكتاب، إن أنا أبين إن في عادي إحنا بنعيشه وفي عادي عند الناس التانيين. بما إنك جبت سيرة الكتاب، خلينا برضو نقف شوية عند العنوان بتاع الكتاب، العادي والطبيعي والمنطقي. الحقيقة هو العنوان يشد قوي، فقول لنا كده يعني إيه الفرق بين العادي والطبيعي والمنطقي، وادينا كده أمثلة لأن برضو لسه الناس مش فاهمة إيه الفرق ما بينهم. طيب زي ما قلنا في فكرة العادي هي الفكرة اللي بتتعاد كل يوم. الطبيعي برضو بيبقى ليها علاقة بطبيعة الشخصيات، ويمكن احنا عندنا نظريات شخصية كتير، personality types كتير بتتكلم على نمط وطبيعة كل شخصية. فالطبيعي بيعبر عن نمط وطبيعة كل شخصية. الطبيعي في الإنسان إن هو يكون بيحب يتكلم مع الناس الغريبة، ولا طبيعي إنه يكون منطوي ومتحفظ وما بيتكلمش مع حد. الطبيعي بتاع الناس إنها تحب التفاصيل وتتكلم في التفاصيل، ولا الطبيعي بتاع الناس إنها تحب تقول الحاجات بشكل ملخص. رايحة فين؟ رايحة مشوار ولا رايحة فين؟ ده أنا هعمل كذا وعندي كذا وهخلص كذا وهجيب كذا. دي طبايع مختلفة للشخصيات. المنطق بتاعي هل هو المنطق العقلاني العملي، أنا شخص عملي بيحب الأرقام بيحب التحليل، ولا أنا شخص بيحب المشاعر بيحب الاحتواء؟ فالمنطق بتاعي شعوري ولا المنطق بتاعي فكري؟ الحاجات دي لأنها بتبقى مختلفة جدا بين الشخصيات بتعمل مشاكل كتير لو احنا مش قادرين نستوعب الفكرة. ودي كانت الفكرة الأساسية للكتاب. تمام. طيب هل كلمة العادي كلمة بريئة ولا الكلمة دي ممكن تهد العلاقة؟ الكلمة بريئة، ولكن اللي بيقولها مش شرط يكون بريء. بمعنى ايه؟ ان الشخص اللي بيقول العادي او بيرمز للعادي بيدور على العادي اللي المفروض يتعمل، السهل اللي هو البسيط اللي كلنا بنعمله. لو هو مش واعي زي ما قلنا ان مش الكل بيعمل زي بعضه، ان مش الكل بيعمل العادي ده، هيبتدي يزعل جدا من الطرف التاني. العادي اللي انا بعمله ممكن يكون حاجة مميزة جدا. العادي بتاع اني اصحى بدري، العادي بتاع اني بروح الجيم، العادي بتاع ان انا بتدرب، العادي بتاع ان انا بذاكر. فدي حاجة بالنسبة لي ممكن تبقى عادية، بس مش عادية خالص عند الطرف التاني. العادي عند الطرف التاني انه بيعرف يستجم، بيعرف يستريح، بيعرف ينترتين هيمسلف او يمتع نفسه. مش شرط خالص ان اكون انا برضو كده زيه. فبتبتدي الخناقات تحصل من هنا بقى. بتبتدي بقى نلاقي ان الكلمة بريئة زي ما قلنا، ولكن وانا بقولها في بالي العادي بتاعي انا. فمستنيكي انت كزوجتي كشريكتي كمديرتي ايا مكان شكل العلاقة ايه، مستنيكي انت تعملي العادي اللي انا متعود عليه. وده اللي بيعمل لنا مشاكل كتير قوي. يعني هي بتبقى زي expectation من الطرف التاني. هي بالظبط بتبقى expectation من الطرف التاني مربوطة بالنيدز بتاعتي انا internally، او النيدز او الاحتياجات بتاعتي انا الداخلية. فببتدي ابقى مستني منك تعملي اللي انا متعود عليه اللي انا عايزه، فمتوقع منك او اللي انا شفته في بيتي مثلا مع والدي والدتي مثلا. يعني مامتي وبابايا كان بيعمل ده ومامتي كانت بتعمل ده، فانا جاي ومتخيل ان هو نفس السيستم هيبقى هو، فبنصطدم انه لا. بالظبط. يعني واحدة من الحاجات اللي انا كاتبها مثلا في الكتاب، زوجة كانت بتشتكي لي ان هي متعودة في البيت عندها ان هي مامتها اخواتها باباها اي حد معدي بيبقوا دايما بيعبروا عن حبهم لبعضهم بالاحضان. لازم بيبقى فيه حضن في الطرقة في المطبخ وهم معديين، في تلامس جسدي بيتم بيعبر عن الحب والدفء.
فلما اتجوزت جوزها جاي من environment او culture، ثقافه مختلفه. العكس بقى بالظبط يعني العادي بتاعه ان احنا بنبقى بنعدي وبنتكلم والموضوع يعني ما فيهوش الكلام ده. فالعادي بتاعها انها لما تعدي جنب جوزها توقعها انه هيحضنها، العادي بتاعه انه لا دي مش محتاجه او ما بتجيش في باله اصلا، فتبدا تحس ان هو مثلا مش بيحبها او انت بطلت تحبني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيره؟ هو زي ما بيحبنيش، هو ليه مش كويس؟ ان هو ما اتغيرش ولا حاجه، هو عمره ما حضنك في الطرقه. بس هي في بالها الفكره دي اتكونت من العادي اللي اتعاد وتكرر في بيت باباها ومامتها. فهي جايه بثقافه، ولما ما لقيتش الثقافه دي موجوده او مش بتطبق، سلوك الزوج مختلف، ابتدت تديله معاني سلبيه جدا، ابتدت تخاف، ابتدت تحس انه مش بيحبها، ابتدت تحصل مشاكل، وابتدى هو كمان يتوتر، هو مش فاهم فيه ايه. طبعا هو مش عارف الخناقه جايه ليه. يعني ايه اللي خلاكي تقولي ما بحبكيش؟ يعني بالظبط، ده انا بعمل وجبت ومش عارف ايه بالظبط. ويبتدي يحس بعد ما تأديه طب هي ازاي مش شايفه، لانه مثلا لغته في التعبير العاديه اللي متعود عليها، مثلا نقول خدمات، مثلا هدايا، فبيعبر لها بطريقه هي مش قادره تستقبل بيها ومستنيه تستقبل بطريقه معينه، فهو شايفها لا مقدره اللي هو بيعمله ولا هو فاهم هي بتعمل كده ليه. وبندخل بقى في دايلاما جامده جدا من المعاني السلبيه، وهنشوف على مدار الحلقه ازاي بتتكون. بس ممكن فعلا كلمه او تكرار كلمه او كلمات فعلا يحصل توتر في العلاقه، توصل لطلاق مثلا. يعني حضرتك شفت حاجه زي دي في الحالات اللي بتجيلك؟ كتير جدا جدا، كلام جدا بالظبط، مش افعال، مش مشكله كبيره يعني، مش لا خالص كلام. وخليني اقول لك يا استاذه يارا ان الكوميونيكيشن مع الاخر، احنا لما بنتكلم مع بعضينا دي اكني ببعت لك رساله او ببعت لك معنى عايز اوصله. فلما باجي اوصل لك المعنى ده انا بوصلها بثلاث طرق: بالكلمات اللي انا بقولها، بتون الصوت اللي انا بتكلم بيه، بالحركات او البادي لانجوج بتاعتي. العلماء لما جم يقيسوا التاثير بتاع الحاجات دي لقوا ان الكلمات بتوصل بس 7% من الرساله اللي انا عايز اقولها او من المعنى. الكلمات اللي هي الكلام اللي بنقوله، الجمله اللي انا بقولها بالظبط كده. تمام. طيب ال 93% اللي بتوصل من الناحيه التانية بتبقى من الحاجات الغير منطوقه، مش من الكلام اللي بيتقال. يعني ايه؟ يعني من البادي لانجوج. مثلا تخيلي مثلا سالتيني قلت لي ازيك يا ترى، فقلت لك كويس وشوحت بايدي كده فانا الكلمه بتقول كويس، ادي 7%. لكن اللي وصل ان انا مش كويس خالص، اللي ان انت متعصب او ان انت ناقم يعني. جميل جدا. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ تون صوتي اللي بيوصل 38% من المعنى اللي جالك، والبادي لانجوج، سواء بقى شوحت بايدي، سواء وشي عمل شكل معين، فانت قدرتي انك تعملي ديكودنج تفسري كل ده. ده بقى في العلاقات، في المنازل، في ما بين الازواج، بيتم 24 ساعه. انا جاي من environment، من culture، من بيتي، متعودين على شكل معين للتعبير. حد تاني لا، التعبير بالمنظر ده ما ينفعش، التعبير بالطريقه دي ليها معنى تاني خالص. فبقى العادي اللي انا متعود عليه في بيتي، اللي انا متعود اني بعمله، مش هو نفس المعنى اللي بتستقبله زوجتي، والعكس صحيح. ومن هنا بتحصل مشاكل كتير وخلافات كتير، وساعات فعلا بتوصل لمرحلة الطلاق. طيب هل في كلمة معينة حضرتك بتشوفها بتتكرر في الجلسات بتبقى سبب في مشاكل؟ مفيش كلمة معينة بتتكرر أكتر من العادي والطبيعي والمنطقي لدرجة، بس هي ربطها اللي ممكن بيفرق. يعني بمعنى إيه؟ إن أنا ممكن أبتدي أقول العادي بتاعي إن حد لما يغلط يعتذر، مش أقل من كده. يعني ده العادي، ده أقل القليل يعني. فأنا متعود لما بغلط بروح بشكل أراعي فيه المشاعر، اقول لفلان اللي انا غلطت فيه، او حتى ما غلطتش فيه بس مجرد انه اتوجع او اتاذى. في ناس ما عندهاش ثقافه الاعتذار. بالظبط، يعني ما تعودش ان هو يبقى عنده الشجاعه ان هو يروح ويعتذر اعتذار صريح. ده اللي كنت لسه هقول لك عليه. ولكن بيعملوه بطريقه تانية. يعني في ناس تقول لك مثلا ايه، اروح افتح كلام، اهزر، اجيب هديه كده. وفي ناس ما بتتقبلش ده، في ناس تقول لك لا انا عايز اعتذار. بالظبط، صح كده؟ ده بالظبط اللي انا ذكرته في كتابي. مثال، واحدة بتقول لي تخيل يا دكتور ان حتى كلمة انا اسف ما بتتقالش. العادي بتاعها اللي هي متعودة عليه ان هي لما بتجرح حد، ان لو حتى حست مش ان هي جرحت لكن ان حد ضايق، بتروح تعتذر وتروح تجبر بخاطر الشخص. بتبقى برضو متوقعة ان الشخص التاني هيعمل كده. ده العادي اللي هي متعودة عليه. وبالتالي عبرت عن ده وقالت ايه، ان حتى كلمة اسف ما بتتقالش.
العادي بتاع الشخص التاني انه بيصالح بطريقه تانية خالص، زي انت ما بتقولي الثقافه بتبقى ممكن مختلفه، مش لازم اعتذر واقول انا اسف بالكلمات، لكن ممكن اقدم هديه، ممكن اعمل طبطبه. دي بالنسبه للشخص بتبقى جبر الخاطر او الاعتذار بالشكل ده. لما احنا منبقاش فاهمين او واعيين اختلاف العادي بيبقى عامل ازاي، بتلاقيها خناقه كبيره جدا جدا. هي بتعتبر ان هو بيتكبر، يعني مش عايز يعترف بيتكبر، بغلطه، ان هي بتهون عليه، انها مش غاليه عنده، انه قادر ازاي يعيش. وهضيف حاجه كمان، احنا للاسف عندنا مشكله انا بشوفها كتير ساعات، لما الواحد بيعترف بغلطه اللي قدامه يعني زي ايه، بيشوف نفسه. يعني في ناس كده، في ناس يبدا يعني بيسموها ايه، يعني يبقى متكبر عليه، فبالتالي الشخص ده يقول لك لا انا مش هعتذر تاني. انا شفتها دي على فكره في الحقيقه. وكل دي على فكره مظبوط، دي طبايع شخصيات، عادات مكتسبه. يعني هنربط بقى هنا بين العادي بالزبط. والطبيعي، فبقت طبيعه الشخصيه، بقت العاده اللي هو اكتسبها من المجتمع، انه لما يحس ان حد غلطان يزود العيار. ايوه، فلو قلت لي انا اسف فانا بقى بياخد حقه، هو فاكر ان هو كده بياخد حقه. بياخد حقه بزياده، يعني بيزود الموضوع. الدوس او بيبقى قاسي، ممكن شويه مصدق نفسه بزياده. مع ان يعني الموضوع ده حاجه هايله، ان يعني الواحد يبقى عنده شجاعه الاعتذار ده. انا بشوف ان دي صفه نبيله جدا، مش عند اي حد بصراحه. يعني دي نقطه تانية يا استاذه يارا، واشكرك انك قلتيها، هي فكره المعنى اللي بنديه للعادي. بالظبط. يعني فالعادي ان انا لما اعتذر فانا بشوف معناها شجاعه في تقديم الاعتذار، جبر خاطر للاخر. فالمعنى ده يخليني أقدم وأعمل التصرف ده بسهولة. الآخر لو شايفها معاني تانية هتلاقيه معاني عكسية، مثلا لا الاعتذار ده ذل، الاعتذار ده مهانة، صح. الاعتذار ده يعني أنا غلط، أنا ما بغلطش. فيبتدي مع الوقت الأفكار دي أو المعاني دي تخليه ما تروحش يعتذر. وفي نفس الوقت الشخص اللي بيتلقى الاعتذار، في واحد صح. هيشوفها إن دي حاجة جميلة جدا وهيقدرها، وفي حد تاني هيشوفها زي ما قلنا يعني ده بالزبط. أنا بقى هزود في العيار بقى. عشان كده بنلاقي مثلا من اختلافات العادي، مثلا لما ننزل نسوق، العادي بتاعي لما اسوق ان انا قاعد قافل الشبابيك بتاعت العربيه، مولع الكاسيت، بشغل التكييف، بسمع الراديو، ايا مكان. انا منعزل تماما عن الشارع، ما بتخانقش مع حد، خلاص اللي يغلط، انا محافظ على سلامي نفسي. ده عادي بتاع شخص تاني فاتح الشباك، بيعلق على كل تصرف بيتعمل، وبيشتم بقى بيشتم ويزعق ويضايق وبيكلكس وبيعمل كل حاجه وينزل يتخانق مع الناس. فالعادي بتاع الشخص ده غير العادي بتاع الشخص ده. العادي بتاع الشخص اللي بيواجه الأخطاء بطريقة معينة، برد فعل معين اتعود عليه وكرره، غير العادي بتاع شخص تاني اتعود على رد فعل تاني خالص وبيكرره. لما نيجي في العلاقات، مثلا الشخص اللي بيتخانق وبينزل وبيزمر وبيعمل، لو راكبه مثلا زوجته جنبه ينزل يتخانق مع حد، الزوجة تحس بالإهانة، تحس بالخطأ، ما احترمنيش أو مش خايف عليا. أشكرك بالظبط. فالمعنى يخليها تتأذي جدا نفسيا، مع انه هو بيعمل العادي اللي متعود عليه، وهو نازل يتخانق مع مثلا سواق تاني هو متضايق منه، هو مش شايف مراته ومش شايف عدم احترامه ليها. المعنى مش كده في دماغه، ولكن المعنى وصل كده، او ما يقصدش، هو ممكن يكون ما يقصدش على فكرة، ما يقصدش خالص، بس ده اللي بيوصل. فتلاقي خناقة كبيرة جدا ومعانيها كبيرة، انت ما بتحترمنيش، انا جيت جنبك، انا زعلان منه، وتلاقيهم انا ضربته هو بالظبط كده بالظبط. والموضوع يكبر طبعا وينتهي عنه. بمناسبة السواقة انت فكرتني بحاجة. هنا في مصر احنا عندنا عادي جدا نستخدم الكلاكس ونزمر ونقطع على بعض وكلام. هناك بره لو بس دوست الكلاكس تلاقي ناس الشارع كله بيبص لك. والكلاكس بره معناه اهانة. ايوه بالظبط، كانك بتشتم العربيه اللي قدامك. بالظبط. ان هم اتعودوا، اتكرر الفعل بتاع ان احنا ما بنكلكس. تمام. وان الكلاكس معناه ان انت بتشتم او بتهين اللي قدامك، فبقت العاده ليها معنى عند الثقافه مثلا الغربيه، معنى عندنا غير معنى عندهم. بالظبط. احنا هنا مثلا ده الكلاكس بنستخدمه في كل حاجه، في الافراح يعني تلاقيه بيب وبالتالي المعنى برضو لما بنضيفه للعادي بيدينا معادله تكوين مشاعر. ايوه يعني صح. مشاعرنا بتتكون من العادي اللي بنعمله بلس المعنى اللي بنديه للعادي ده. للحاجه دي للفعل ده او للكلمه دي. بالضبط. طيب خليني بقى اروح لجمله صادمه جدا في الكتاب بتاعك. قلت ان التشابه بين طرفين ممكن يؤدي لتدمير العلاقه. تمام. يعني جمله غريبه جدا بصراحه. بالظبط. معظمنا فاكر ان احنا لو ارتبطنا بالشخص اللي شبهنا
فاحنا كده هنعيش حياه سعيده وجميله جدا. لكن مش ده دايما بيكون الوضع، كل قاعده ليها استثناء. فاحنا محتاجين نبقى عارفين ان برضو لو انا متشابه مع اللي قدامي في صفات معينه، ودي شفتها ودي حاططها في الكتاب، ممكن بتعمل لنا مشاكل كتير قوي. يعني مثلا الشخص الزوج والزوجه اللي عندهم رد الفعل، هم مش بيبادروا، هم مش بيروحوا يستبقوا ويعملوا الحاجه، لا هم بيستنوا. فكان مثلا ما يتخانقوا خناقه بسيطه قوي على حاجه صغيره جدا، يقعدوا بالست اشهر ما بيتصالحوش. هو مستنيها تيجي وهي مستنياه يجي، والخناقه قاعده تزيد كل يوم. هو ما بيروح لهاش، ازاي انا قليله عنده كده، ازاي انا مش غاليه عنده، ازاي انا مش بيحبني كده. كل يوم هي ما بتروحلوش تصالحه، ازاي هي بتحب النكد كده، هي ليه بتكبر المواضيع بالشكل ده. وتلاقي الخناقه كبرت جدا، زعلانين من بعض جدا. يبتدي مع الوقت ومع العشره تحصل حاجه بنسميها التراكمات، كلمه سيئه جدا في العلاقات طبعا تبقى دايما موجوده. والتراكم اللي حصل من موقف في منتهى البساطه بسبب تشابه صفه زي رد الفعل. من الصفات برضو اللي بتبقى متشابهه ممكن العصبيه. احنا الاثنين عصبيين، ففي الوقت اللي محتاج طرف لما يتعصب التاني يهدى ويحتوي الموضوع وزعبعه وهتعدي بسرعه، تلاقيهم الاثنين مسكوا في بعض وخناقه بقت كبيره جدا. فبسبب اتفاق الصفات الاثنين اتخانقوا خناقه سيئه جدا وكبيره جدا. فمش دايما اتفاقنا في الصفات او اختلافنا في الصفات بيحمي العلاقه. لازم نبقى عارفين زي التروس كده ازاي هنعرف نتعامل مع الطرف التاني، ازاي نتعامل مع حتى ايفن اخطاء الطرف التاني. طيب وهل الموضوع ده ممكن يوصل لمثلا زي فقدان امل، فيبدأ فيه زي صمت كده، ندخل في حالة صمت؟ ده يرجعنا بقى للمايند سيت او المنطق السوفت وير اللي بيشتغل في عقلنا. يبقى انا شفت حاجات معينه، اتعودت على حاجات معينه، انا عندي طباع معينه، سواء طباع جينيه موروثه انا مولود بيها، ولا طباع مكتسبه من المجتمع. فاين. طيب بس بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ ابتدي بقى المنطق بتاع السوفت وير بتاعي يشتغل مع الحاجات دي. هيأس ولا هتغير؟ في امل ولا لا؟ خلاص الموضوع بسيط معلش، ولا اخد الحل البسيط السهل اني انفصل عن الشخص اللي مش شبهي ده وخلاص. عشان كده يمكن نسب الطلاق عاليه عندنا بشكل كبير. ولا اخد الحل الصعب ان انا اتغير، وان انا احاول، وان انا اسعى ان انا اغير من نفسي، اغير من الشريك بتاعي، اني اتاقلم عليه. دي السوفت وير او دي الحته بتاعت المنطقي. مش من المنطق يا دكتور ان انا احاول، مش من المنطق يا دكتور هي المفروض الست هي اللي بتتغير من اجل جوزها. لا، اي واحده اي طلاقه بتبقى بسببها الست والموروثات الكتير. هي المشاكل اللي احنا بنقابلها بسبب الست ولا الراجل؟ المشاكل اللي بنقابلها بسبب الانسان، سواء كان راجل او كان ست. العلاقه دايما بتبقى ما بين الاثنين 50% 50%. 50% بالظبط. يعني هما دايما في جمله كده بنسمعها، الست هي اللي مسؤوله عن العلاقه، الست هي اللي بتحتوي، هي اللي بتصبر. هي الكلام ده مش صح. الكلام ده مش صح. لان الراجل برضو عليه جزء. يعني الست بتصبر وبتحتوي بس الى حدود، لان في فرق بين الصبر وبين الاستحمال ان انا بقعد استحمل حاجه الى ما لا نهايه، مفيش اي تغيير بيعمله مثلا الزوج. فلا، ده كده مش هيبقى اسمه استحمال، مش هيبقى اسمه صبر، ده هيبقى اسمه خنوع، استسلام. لان العلاقه هتزداد سوءا. استسلام وتراكمات زي ما قلنا. انا بصبر على حاجه انا اعملها لغايه النتيجه الكويسه بتاعتها ما تيجي. لكن ان انا استحمل فقط ده مش مظبوط. طب ما هو الراجل برضو عليه ادوار. يعني الراجل عشان يخلي العلاقه تنجح محتاج انه مثلا يحتوي زوجته، محتاج ان الزوجه بتقدم حاجات كتيره جدا. فالزوج لو مش عارف يحتويها، لو مش عارف يشبع احتياجاتها للتقدير، لانه شايف هي بتعمل انها تبقى متشافه، ما هو ده الدور بتاعه. لو ما عملوش فالعلاقه برضو هتقع. ففكره ان انا اوصم او احمل طرف بالظبط كده، احمل الزوجه بس لا مش صح، احمل الزوج بس لا مش صح. انا بتهيألي دي اللي بيطلع منها مشاكل كتيره جدا في العادي والطبيعي والمنطقي. بالظبط. ان كل واحد شايف التاني مفروض يعمل وده العادي. بالظبط. لكن هي زي ما حضرتك قلت 50% 50% مظبوطه يعني. بالظبط. وشكل ال 50% ممكن يفرق. يعني مثلا ممكن حد يقول لي ايه، انا عليا 50% مثلا اني هودي الولاد التمارين. حلو. الراجل اللي يودي الولاد التمارين ولا الست؟ براحتهم. السؤال يعني ما تفرقش، باتفاقكم مع بعضكم. في رجاله تقول لي لا، انا هبقى مثلا سايب لها الحته دي، هي بتودي، هي بتعمل، هي بتسوي، انا مثلا عليا حاجه تانية.
اوكي، طالما انتم متفقين ومظبطين حياتكم في بيتكم براحتكم، اوكي، المهم ان احنا نتفق. طيب لو الزوج شايف حاجة معينة أو موقف معين إنه عادي، لكن الزوجة شايفة إن نفس الحاجة دي قاسية، مين فيهم اللي صح؟ طيب ده سؤال حلو قوي. احنا دايما بنبقى مهمنا ان احنا ما نقولش الصح والغلط، دي حاجه مهمه قوي اننا نبقى فاهمينها في ثقافه الزواج. هي مش فكره صح وغلط، هي دايما اختلاف طباع، هي دايما تفسيرنا لتصرفات الاخر. يعني اكيد الزوج مش بيقول نويت ابقى قاسي على زوجتي مثلا ويلا بقى لما اديها 5 قسوه. مش بتشتغل كده، هي ليها معنى معين عنده، ممكن ليها طبيعه شخصيه معينه. يعني طبيعه الشخصيه العمليه مثلا، الشخصيه دي بتبقى براكتيكال جدا، بتبقى بتفكر بالورقه والقلم، ما بتبقاش ممكن بتفكر في المشاعر قوي. الزوجه ممكن يبقى ليها طبيعه تانية، مثلا ان هي محتاجه مشاعر، محتاجه ود، محتاجه اهتمام، محتاجه وقت، مثلا عايزاك تقعد معايا. فالزوج بيحبها وبيحب اسرته وشايف انه عشان يكفل بيته واسرته محتاج انه يقضي وقت طويل جدا في الشغل، يجتهد من اجلهم. وهو كل اللي انا بعمله ده لمين؟ ما هو عشانكم. فدي الفكره بتاعت دي معناه. لكن المعنى ده بيستقبل ازاي من الزوجه؟ انت سايبنا طول الوقت، انت هاجرنا، دي قسوه، انا مش عارفه اقعد معاك، انا عامله زي العيش الفينو لما تفضل سايبه في الهواء بينشف، انت سايبنا فانا خلاص نشفت انا من جوه بقيت. فالمعاني بتختلف، فهما الاثنين يبقوا حاسين بالاحباط. بالظبط، هي محبطه من الاهمال وهو محبط ان هو مش متقدر. بالظبط، وهما يعني الاثنين صح. هو اكيد بيعمل حاجات ممكن يبقى فيها حته زياده، مهتم بشغله، ده شيء جميل، بس برضه في وقت مهم انه يبقى حاطه في باله انه البيت واسرته. ودي الفكره اللي كنا بنتكلم فيها، ان المسؤوليه ما بين الراجل والست 50-50. في جزء من التربيه موجوده، من التاثير، دور مهم قوي للراجل. مهم انه يبقى موجود في البيت، مهم انه بيتكلم مع بنته ويحسسها بالامان، مهم انه هو يكون النموذج الذكري السليم لابنه الولد، مهم انه يبقى فاهم نيته الحلوه في انه يطلع ابنه قوي وجديد. احنا كرجاله نحب الولاد يبقوا اقوياء، مش معناها ان انا اشد عليه وابقى قاسي والراجل ما يعيطش والكلام الغلط اللي احنا كنا بنطلعه. هو طفل اصلا لسه، يعني طفل وبعدين والرجاله بتعيط. يعني احنا عندنا حتى في ديننا الصحابه اللي بالوا الدنيا نور، ما هم كانوا بيعيطوا، بيعيط بقى من خشيه الله، بيعيط من رقه القلب. ففكره ان الراجل او الست، الراجل ما يعيطش، ما هو الراجل انسان برضه. يعني واشمعنى يعني احنا يعني الراجل فعلا بيعيط يا دكتور؟ طبيعي يعني جدا. احنا كستات نادر قوي لما نشوف راجل يعني هل بيقعد مع نفسه ويعيط، او الرجاله بتعيط قدام بعض مثلا؟ ما هو يعني المعنى والموروث الثقافي، لا احنا ما نقعدش قدام بعضنا خالص برضه لازم ابان ان انا قوي وان انا بالظبط لان هي الطبيعه بتاعت الشخصيه. المعنى اللي عندنا ان الراجل لازم يبقى قوي. المعنى لما بيبقى مشوه شويه او مغلوط نبتدي ننفي الافكار بتاعت الانسان بيعيط طبيعي، الانسان بيتاثر بالمشاعر عادي جدا. يعني انا لو والدي ولا والدتي بعد الشر اتوفوا، او لما والدي توفى، ما انا اكيد هبكي عليه. يعني ساعتها مش هقول انا قوي. يعني هو الواحد لما يشوف حد بيحبه اتاثر ولا تعب ولا ربنا توفاه، ما هو طبيعي انه يعيط. امال الواحد يبقى يعمل ايه؟ يعني يفضل جامد؟ لا انا ما بعيطش. ليه؟ الحيوانات نفسها بتعيط، ده ما فيهاش حاجه غلط. دي حقيقه. فان احنا نغير معنى الرحمة اللي في القلوب لمعنى لا كده انت مش قوي، كده انت مش راجل، دي بتعمل مشاكل كتير. وعندي حالات كتير لرجالة آبائهم الذكور ذبحوهم بالكلمات اللي زي دي: انت مش راجل، انت مش كويس، عشان بيعيط او بيعبر عن شعوره، عشان بقى اي مكان، اصله بقى بيعيط، اصله مش شاطر، اصله تخين، اصله. يعني كان في اباء يقولوا لابنهم انت طول ما انت تخين انت كده مش راجل، ما ينفع. نيته حلوه، هو ربط له معنى الرجوله بحاجه بعيد عنها تماما. فالولد طالع هو متخيل نفسه انا كده طول عمري انا مش راجل، طول عمري انا محتاج اتشاف. ودي نقطه مهمه قوي ان احنا نتكلم عليها، الرغبه ان انا اتشاف، الاحساس. بص يا مامي، بص يا بابي، الفكره ايه؟ فيقوم قايل له كلمه تذبحه. يعني انا مش شايفك، بدل ما يشجعه بقى وبرافو وكده بالظبط انا مش شايفك، انا مش حاسس بيك، انا مديلك معنى تاني هتفضل طول عمرك فاشل. بالظبط فدي واحده عشان كده بتبقى واحده من مشاكل كبيره قوي. ما بنقولش صح وغلط، لكن بنقول نفهم، نبقى واعيين بالاختلافات. عشان كده ده واحده من الحلول الكبيره جدا اللي انا حطيتها في الكتاب، ان طب ايه بقى؟ يعني احنا طبيعتنا مختلفه، في حاجات جينيه مختلفه، في موروثات خدناها، طب نعمل ايه دلوقتي؟
فلازم نبقى فاهمين اننا زي الترس هنكمل بعضنا، مش ان احنا رايحين نتخانق مع بعضنا لساحة محكمة انا بثبت اني صح او ان انت غلط. لا.